انا ست مطلقه معايا 5 اولاد، وطبعا انا مش الزوجه الاولى في حياه زوجي، لا انا كنت الزوجه الثانيه، وقبلت ان انا اتزوجه على مراته وعياله. انا عايشه في المنصوره وقبلت اتجوز الراجل ده لانه راجل حقاني ويعرف ربنا. وكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشوني يا احلى ناس في الدنيا، احلى جمهور بيدعي الست المصريه، الناس اللي بتحب هناء تصلي على سيدنا النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي سيدنا محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام. هناء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. طيب لو انت صليت على سيدنا النبي فينزل يصلي عليك كده وتشفع لك يوم القيامه عليه افضل الصلاه والسلام. يلا بقى صلي على سيدنا النبي احسن من اي حاجه عليه افضل الصلاه والسلام. ونحط لايك وسبسكرايب وكومنت حلو كده. طبعا هنعمل فنجان قهوه كده عشان نقدر نشتغل ونبقى طاقه كده ونبقى باور ونعرف نركز احنا اصلا هنقول ايه. قبل اي حاجه بجد وحشوني بجد، انا بقصر معاكم، معلش بعتذر. بنتي جودي كانت تعبانه، تدعوا لها ربنا يشفيها ويشيل عنها وعن امه محمد. جودي كان عندها برد وايه، كنت مشغوله بيها شويه، بس هي بقت الحمد لله احسن واحسن واحسن، الحمد لله والشكر لله. نصلي على سيدنا النبي. طبعا انا رفعت الحاجه هنا دول فوق كده عشان في عصير ليمون. انا كنت عامله البت اللي اسمها جودي القمر دي، كنت عامله لها عصير ليمون كله سكر فاتدلق في الحته ديت، فقلت ايه احنا نعملها كده واحنا واقفين. ماشي. بصوا يا حلوين، انا فعلا بحبكم، بحترم كل الناس اللي بتحب احلى اسطوره مصريه عربيه. انا بزعل منكم عشان انتم ما بتحطوش لايك وسبسكرايب وكومنت حلو. عايزين في اسرع وقت نعمل 200,000 مشترك. احنا عملنا 131، يعني من ساعه ما انا اشتغلت بقالي شهر عملنا 6000، لان احنا كنا 125، عملنا 6000 حلوين مش وحشين على فكره. طماعه انا مش طماعه الحمد لله. عايزين نحط لايك وسبسكرايب ماشي حلو كده، نشجع الست المصريه البسيطه بنت البلد. الناس اللي بتحب هناء من قلبها اقسم بالله العظيم انا بحبكم حب ملوش بدايه ولا نهايه. احنا مش عشره يوم، احنا داخلين على 2025، يعني عشره 5 سنين يا حلوين. يلا بقى نصلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وبيقول لك بنصلي على سيدنا محمد فينزل يصلي عليك. طبعا الناس اللي بتقول لي يا هناء انت بتصلي، لازم اصلي كتير يا جماعه، اتبارك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وانتوا كمان تصلوا على سيدنا اللي بتقول لي هناء انت ما بترديش علينا. لا انا بشوف تعليقاتكم. بص بقى، الحاجه الوحيده اللي انا بكسب فيها حسنه ان انا بعمل لك مسح تعليق. طب الحاجه الثانيه اللي بتخليني اطلع الطاقه اللي جوايا، طبعا الشقه دي بصراحه من ساعه ما جيتها والخراب يعني الحمد لله بيرف على وش انا، لمض، سباكه، بيبان، الكالون اتكسر، اللمبه اتحرقت، خلاص كده جبت الاخير. يا رب بحق جاه النبي امشي من هنا بحق سيدنا محمد. تدعوا لي دعوه كده خلينا غور في داهيه. نسيت اقول لكم، عايزه اشكر راجل زي العسل، يا رب يسعد لي قلبه ويبعد المرض عنه ويرزقه برزق يتعجب باهل السماء والارض وينور له الطريق اللي ماشي عليه. مين يا بنتي اللي اسمك هناء؟ في راجل مؤدب كده ابن ناس محترمين ليه كلمه تشكرات. انت بتقعد تتفرج على الفيديو كده وخلاص، لا انت عارف تشكرات ولا عارف تعليقات ولا عارف. في كلمه تحت اسمها شكرا، داس لي عليها، حط لي مبلغ رمزي على 3 فيديوهات. قالوا ايه؟ عشان يا هناء تشوفي لك مكان تاني. والله العظيم شكرا يا راجل يا محترم يا ابن السعوديه. طبعا انا ما كنتش اعرفه عشان نكون صراحه مع بعض. حط لي على 3 فيديوهات 1 2 3، مش هنقول كام، بس شكرا على ذوقك. حتى لو هو مبلغ هو قيمته كبيره، لان انت راجل محترم وعينيك الحلوه اللي شفت الاسطوره. اقعدوا هرنتوا تعليقات كومنتات، هناء معجب بيكي، هناء عايزه اتواصل معاكي، هناء خلاص زهقت من الهري. واول حاجه كتبها لي قال لي عشان تشوفي لك شقه يا هناء. اقسم بالله العظيم عينيك حلو. تحيه لابن السعوديه الراجل المحترم المؤدب، بشكره كتير محمد ابن السعوديه. تحيه واحترام ليك وتقدير لانك راجل محترم وعينيك حلوه. خلينا نمشي مع علبه السردين بدل ما نقعد نهري في المهاري والمحاشي. معجب بيكي، عايزه اتواصل معاكي،
اتواصل معاكي. انا من امتى وانا بتواصل مع الناس، ها؟ وحاجات كده الصراحه اللي بيهري كتير وبيغلط كده بعمل له حظر تعليقات عشان تبقى عارف قيمه نفسك. المؤدب المحترم بسيب تعليقه شرف على راسي. منوره يا هناء، مساء الخير يا هناء، شو اخبارك؟ اسطوره، ملكه. الكلام ده بيبقى شرف فوق راسي بشيله على راسي. انا بسيبك 131 بني ادمين بيشوفوا تعليقك. لو سمحت ميز بقى كده وشوف انت بتقول ايه وبتهرب ايه. ليه توصل نفسك ان انا اشيل تعليقك؟ يعني انت هوا ما بتبانش. وايه ان انت توصل نفسك ان انت تتحذر من التعليقات؟ ارحم نفسك وارحمني عشان ربنا يرحمه. قلدوا، شوفوا الراجل السعودي ابن البلد كده، الراجل الجنتي من الراجل المحترم، قاعد يتفرج على الفيديو حس ان انا الدنيا جايه عليا. حط مبلغ رمزي، كلمه التشكرات انت بتختار اي مبلغ رمزي، بيجي لي الاكونت بتاعك ان انت قدمت المبلغ ده، فانا بنزل اتشكرك، لازم ارد عشان اليوتيوب، اتشكرك واقول لك ميرسي بكو على عينيك الحلوه، وشكرا انك انت ساعدت الست المصريه. خلاص كده عرفت كده. شكرا لمحمد ابن السعوديه، الراجل المحترم اللي عينيه حلوه وشافتني. تحيه للسعوديه. وبعدين نكمل بقى حوارنا. ايه بقى يا بنتي يا هناء؟ ايه حكايتك؟ هحط ده على النار وارجع لكم تاني عشان انتوا بحبكم كتير وحياة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. تحط لايك كده حلو من قلبك كده، كومنت كده للست بنت البلد، حفز الوليه دي تشتغل، حفز الوليه دي تمشي من الخرابه اللي هي عايشه فيها. والمصحف تعبت من الخرابه، زهقت منها. حطوا لايك. طبعا يا حلوين انا عملت القهوه اهي. اعمل ايه مع بنتي دي يا ولدتي؟ ادي فنجان القهوه زي ما انتم شايفين. الحمد لله. بصوا نقول ايه بقى كلمه، نفتح الكاميرا كده. فنجان القهوه اهي. نشوف بقى نحكي عن مين بقى. اهري يا هناء، ما نشوف اخره الهري معاكي يا هناء خلص لحد فين. صراحه بزهق انا بسرعه. بصوا يا حلوين، هنا في ليمون الدلع. بس قبل اي حاجه عايزه اقول لكم على حاجه حصلت معايا ورحمه ابويا بكدب عليكم. الست ديت وافقت ان هي تبقى رقم 2 في حياه الراجل دوت. ماشي، خلفت منه 3 4 عيال ولا 5 عيال. خلفت اللي خلفته. صاحبه الحكايه النهارده جايه توصل لكم بس معلومه ايه هي. اني انا كنت موافقه ان انا ابقى رقم 2. ليه؟ لان الراجل ده كان صديق ليها، يعني صاحبها اصلا. صاحبها يعني صديقها يعني كان بيتكلم معاها اي حاجه مضايقاه، اي حاجه مزعلاه، كان بيقعد للاسف يتكلم معاها ويقعد يتناقش معاها. اكتشفت حاجه واحده، عارفين ايه هي؟ اكتشفت ان هو انسان محترم وحقاني ويعرف ربنا، فعشان كده قبلت ان هي تكون الزوجه الثانيه. اول ما قال لها انا عايزه اتجوزك، قالت له انا موافقه ان انا اكون ايه؟ الزوجه الثانيه في حياتك. كان طبعا الاولانيه كان منفصل منها، بس كان بيتقي الله فيها، وطبعا بيبعت فلوس لعياله وهو منتهي يعني مبسوط ماديا، وكان بيبعت فلوس لاولاده، وكان بيتقي الله والكلام ده كله، وبيشوفهم مره في الاسبوع. عشان كده هي حبته في البدايه. وبعدين يا هناء، وبعدين اكتشفت عدى كام سنه كده على حياتهم الحلوه المستقره. قال لها انا بكره عيني اللي بتشوفك. مراته اللي هي طليقته الاولانيه راحت لواحد دجال، عملت له عمل انه يكره ولاده، وطبعا يطلق الست دي. مره في مره كده كانوا قاعدين بيتكلموا مع بعض، قالت له انت معاملتك اتغيرت معايا. قال لها لا، انا متضايق شويه ونفسيتي تعبانه. اتريته هي الست الاولانيه سحبته تاني عشان يرجع لها، يعني راحت لواحد دجال عشان يعمل لها عمل، عشان ايه؟ يرجعها تاني ليه. طبعا هي ممدوح ده كان انسان محترم كتير، وكان عنده مزرعه وما شاء الله مقتدر ماديا، وكان انسان محترم. قبلت ان هي تكون الزوجه الثانيه معاه، ورضت باللي ربنا كتبه لها. لقيته مره واحده ان الاسلوب الصراحه اتغير جدا جدا معناها هي حبته لان هو كان صديق ليها، بيقعد يتكلم معاها كتير ويقعد يحكي لها عن مشاكله مع طليقته، وان هو كان بيعمل ايه ويسوي ايه. اكتشفت ان هو انسان متربي ومحترم
وانسان على خلق وانسان مفيش بعد كده. طبعا المشكله ان هي عرفت ان هو انسان حقاني، وده اللي شدها ليه، شدها لي. بس يلا حط لايك وسبسكرايب وكومنت دلوقتي. كانت مصاحبه ممدوح ده، وطبعا كان صديق ليها وزميلها وكل حاجه. لما جه عرض عليها الجواز قعدها من الشغل عشان ايه؟ هو بيغير عليها، وانسان اصلا مقتدر ومحترم، وكان متعين وموظف، وفي نفس الوقت عنده مزرعه بسم الله ما شاء الله اللي بتجمع العنب وتجمع الحاجات دي، وانسان مقتدر. طيب قام ربنا رزقها طبعا مره واحده لقيته ايه؟ كرهها خالص، مش عايز يشوفها، وقال لها روحي وانت طالق. طب ما هي عنده منه 4 عيال، والدنيا كده هتقفل في وشها، هتعمل ايه وكانت تتصرف ازاي؟ اتاري الست الشيطانه اللي هي طليقته قدرت تروح لواحد دجال، وطبعا عملت له عمل انه يرجع لها. طبعا كانت الحياه كلها متدمره، مش عايز يشوف نور ومش عايز يشوف اولاده، مع ان هي حبته عشان هو انسان حقاني ويعرف ربنا ومتقي الله فيها. اصبح الدنيا بقت خراب يا مصر. المهم صحابه قالوا لها الطريقه دي مفيش حد بيعمل الطريقه دي الا لما يكون في حد ايه قدر يشتغل على ممدوح ده. قالت لهم يا جماعه انا ماليش في الكلام ده. قالوا لها روح الشيخ. قالت لهم انا ماليش في الدجل وماليش في الكلام ده كله. اعمل ايه؟ طلبوا ولاده ما شاء الله في ثالثه ابتدائي وفي ثانيه وفي اولى، عايزين يشوف بابا يا ماما. راحت طلبته قالت له بعد اذنك يا ممدوح ولادك عايزين يشوفوك، انا مش عايزه حاجه ولا عايزه مصاريف ولا عايزه حاجه، انت خلاص طلقتني واللي بيني وبينك مات، انا بس عايزه حاجه واحده، ولادي عايزين يشوفوك بعد اذن حضرتك. قال لها وانا مش عايزه اشوفك ولا اشوف ولادي، انا عايش مع مراتي وحمدت ربنا ورجعت لها ورجعت لاولادي وخلاص. الثانيه مخلف منها 2، دي مخلف منها اكتر 4 اولاد. خلاص على كده قامت ايه؟ عدى ايام بتبص على صفحه الفيسبوك، يا ريتها ما بصت على صفحه الفيسبوك، شافت واحد دجال اسمه ابو ازازه، عالم روحاني. يعني بنقول على الفيسبوك انه راجل روحاني، يعني بيرجع الحبيب للحبيب، رجع الزوجه للزوجه، ونلعب بالبضايه والحجرايه. انا بالنسبه لي هو الدجال بالنسبه لي واحد بس. المهم قعدت تبحث على الصفحه بتاعته، لقيته طلع العمل من المقابر وطبعا خلى واحده كان معمول لها عمل مأذيه وشال العمل ومسك الازازه مشاها على ايده عند المقابر. اول ما الازازه وقعت كان فحت وطلع العمل قدامها، وقعد عامل فيديوهات مكسره العالم كلها. الاكون بتاعه عامل 5 مليون متابع، يعني راجل واصل. الراجل ده اصلا من الاماراتي، وكانت هي برضو الضحيه وقالت اقابله. بعتت له كلمه السلام عليكم يا دكتور او يا شيخ، عليكم السلام، السلام عليكم. قلت العب حظي، رد عليا رد، ما ردش يبقى خير وبركه. انا ايه اللي مشيني ورا الدجالين بس. يلا سبحان الله، اول ما كتبت له السلام عليكم رد عليها، قال عليكم السلام ومريني. قالت له انا في حاجات بتحصل لي غريبه، وقعدت تحكي له على الماسنجر الفيسبوك. طبعا راح كتب لها رقم التليفون عشان يتواصل معاها. هو طبعا حاليا كان في مصر قبل ما يسافر. بس حطوا لايك وسبسكرايب. كنت غاسله دول وجبتهم عشان عليهم سكر والحاجات دي. طبعا يا حلوين حصل حاجه غريبه. قال لها انا موجود، الكشف 5000 جنيه مصري، يعني عشان اجي اكشف وافتح الكتاب والحوار ده كله عايز 5000 جنيه. فهي وافقت. لما وافقت حصل حاجه غريبه، لا ترضي دين ولا ترضي اي حد. المهم ليه شكلها جميل وامور كده، فحب يعمل معاها ايه؟ لا شكلها جميل ومقبول ومش عارف ايه. بعد ما كشف الكشف قالت له انا كل حكايتي ان الشخص ده انا بحبه، طليقي ده هو الواحد قال لي روحي وانت طالق، انا واخداه على حب اقسم بالله. ورجع لطليقته الاولانيه. قال لها لا حلوه وجميله، وغيره بقى مسيبه شعرها وستايل وحاجه مزه المزز، وشعرها اصفر وعينها ملونه، ولها فرصه تحل من على حبل المشنقه. قال لها بقى انت تتسابي؟ قالت له قضاء ربنا ليا. قال لها خلاص انا كده كشفت، سيبيني اوكل واشتغل بالجن والعفاريت واقول لك الدنيا ماشيه ازاي. مجرد ما مشيت من عنده عينيه زغللت عليها. قام قال ايه؟
قال لها سيبيني بس يومين 3 وارد عليكي واقول لك العمل مدفون فين، والاسطوانه اللي احنا عارفينها المشروخه ديت اللي يقول الاسطوانه اعجب بيها والكلام ده كله. قال لها بعد يومين 3 لقيت التليفون بيرن، الو مدام نور؟ قالت له نعم. قالت له انا ايوه انا. قال لها انا عايزه اقابلك ضروري. راحت تقابله، هاتي ولادك معاكي، مشربهم حاجه وشربها. العيال مره واحده بقوا ايه زي نظام مبلمين. روحوا البيت بعد كده طلب منها، قال لها انا عايزه اقابلك لوحدك، انا عرفت العمل مدفون فين، هي عاملالك ودفناه جنب ترعه وهطلعه واعمله والكلام ده كله. طيب اتاريت الراجل معجب بيها والحمد لله، والست ضاعت والحمد لله. بعد كده قال لها انا عايزه اتجوزك. قالت له لا مرفوض، انا ما بفكرش في الجواز، انا بفكر بس في ولادي، انا عايزاه يتعامل مع ولادي بما يرضي الله، انا كانش في نيتي اي حاجه، انا لو سمحت مش عايزه اتجوز ولا بفكر في الجواز. اشتغل عليها بالسحب والجلب. طبعا ده دكتور روحاني اشتغل عليها بالسحب والجلب. يعني ايه السحب والجلب؟ بقت تحت طاعته وخدمته، وكل عليها جن ان هي تكون نايمه مغناطيسي. مره واحده اكتشفت ان هو نايم جنبها على السرير. قالت له طب ايه؟ صحت اتخضت ومشيته من جنبيها. قال لها انا متجوزك. قالت له انت كذاب، كان متفق مع واحد نصاب شيخ قال له قول لها ان انا كده متجوزها وان انا بعشقها والكلام ده كله. طبعا كان معاه جن عاشقها، وان هو اشتغل ولعب بنفس الورد ان هي عاشقها جن والكلام ده كله. طيب اتصل بالشيخ قال لها انا كتبت الكتاب وكمان اسبوع القسيمه هتطلع. كل ده كذب وفيك. بعد ما نام معاها وخد مذهبه لقيته مره واثنين وثلاثه معاها في نفس البيت. طبعا اما بيجي هي ما بتحسش اصلا بيه، بيخبط على الباب بتفتح له زي ما اكون انا منيمه مغناطيسي، بروح افتح الباب وادخل حد وانا مش عارفه هو مين ولا ايه. كل الحكايه بيدخلني اوضه النوم، يجمع معايا ينام معايا، بس هي دي كل حكايتنا وخلاص. طبعا اكتشفت حاجه غريبه. اتصل بالشيخ قالت له يا شيخ فين القسيمه اللي هو صاحبه اللي متفق معاه؟ قال لها لسه القسيمه ما طلعتش. من هنا اكتشفت ان هو كذاب. قالت له انت كذاب، فين قسيمه الجواز؟ انت وهمتني ومش عارفه. راح لمم حاجته وسافر على الامارات. بعد كده بتكشف اكتشفت باعراض الحمل، لقيت نفسها حامل من غير قسيمه ومن غير اي حاجه، والراجل هج وساب البلد، وان هو كان بيضحك عليها. وده العالم الروحاني او الشيخ الدكتور الروحاني اللي احنا بنتفرج عليه على الفيسبوك، وكله نصب وكله كده. مضمون الرساله يا حلوين ان بلاش نمشي ان احنا يتعرض علينا واحد معاه يكون 5 مليون على الفيسبوك نصدقه، ان احنا واحد يقول لك هات صورتك او هاتي صورتك تصدقيه، ان احنا واحد يقول لك هاتي قطر جوزك تصدقيه، خدي الميه دي اشربيها تصدقيه، ان احنا هاتي فلوس تصدقيه، ده العمل مدفون في الحته الفلانيه تصدقيه. احنا كده بنلعب بالبيضه والحجر. انا ببقى عارفه مكان العمل مدفون فين وبمشي الازازه بايدي، بيبقى معايا ناس شغالين يا حلوين واحنا متفقين مع بعض، بحرك الازازه تقوم واقعه في نفس القطعه اللي انا عايزها تقع. اصبح ان احنا كلنا بنشتغل بالبيضه والحجر. انا ببقى متفقه مع ناس والناس دافنه العمل والناس دافنه الاسحار والناس والناس والناس، وان هو بيشتغل بجن عاشق معاه او على حسب جن علوي جن ايه. المهم العالم الروحاني كله نصب وكله كذب، ويشتغل عليكي بالسحب والجلب ينومك لما تكوني انت عاجباه والكلام ده كله. بلاش تمشوا ورا الدجل، بلاش تخربوا بيتكم بالكذب والاونطه عشان خاطر سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. بلاش تروح الشيخ تديله صورتك هيشتغل عليك يا بطله. بلاش تروح الشيخ تقول له اسمك واسم امك. بلاش يا بطل تروح لشيخ وتقول له انا اسمي عبد الله وامي اسمها محاسن، امي اسمها مش عارفه، انا اسمه محمد وامي اسمها. هيشتغل عليك عشان يسحبك ويقلبك، وده انت مدفون لك، ده انت مش عارف ما بتخلفش معمول لك عمل، ده الست دي كرهاك عشان كذا وكذا، لازم نراضي الاسياد، لازم نجيب بخور، لازم نعمل كتله زار. لو سمحت، والست ضاعت والست حامل كده اونطه من غير جوز في الحرام. اتقوا الله في عباد الله. دي كانت مضمون الرساله. مش كل دجال تصدقوه، كل نصاب، والست بقت ضحيه وخلاص ومش عارفه فين جوزها وفين ده ولا فين ده، واصبح ان حياتها متدمره
وان الراجل رجع لطليقته الاولانيه وسابها وولادها متشردين والدنيا ومش عارفه تثبت الجنين ده ابن مين بالظبط. فده كان مضمون الفيديو يا جماعه، بلاش تمشوا ورا الدجالين. بحبكم كتير وانتظروني في حكايه جديده.